اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. ازيكم يا رب كلكم تكونوا بخير. شايفين التورتايه وجمالها؟ التصوير ده يا بنات من قلب الحدث، يعني من عند صاحبة التورتايه، صاحبتي وحبيبتي. وبصوا كده حاجة كده تلاقيت فيها كده احلى كده واحدة واحلى حبيبة بجد. طبعا طلبت مني التورتايه دي وقالت لي انا عايزاها اول يوم العيد. قلت لها صعب. قالت لي اتصرفي لازم اول يوم العيد. فطبعا عشان هي غالية عليا استحالة ان انا ارفض لها طلب زي ده. فخبزت الكيك ده يا بنات يوم الوقفة. تمام. وبعد ما خبزت يوم الوقفة بالنهار سبته بقى يبرد لبعد الفطار وكده. بعد الفطار بقى ابتديت ان انا اشتغل فيها. فعملت اول حاجة ان انا هحشيها زي ما انتوا هتشوفوا معايا دلوقتي. فطبعا قلت ان انا هختصر الفيديو، وطبعا ما كانش ينفع ان انا اصور خالص خبيز الكيك بالنهار، لان طبعا كلكم عارفين كل سنة وانتم طيبين والبيوت بتبقى عاملة ازاي يوم الوقفة. طبعا هنا يا بنات خبزت نص كيلو دقيق اسبونج زي ما انتم شايفين كده في مقاس حلة مقاس 20. عملت معايا زي ما انتم شايفين اللهم بارك، عملت معايا الخمس طبقات دول. تمام كده. دلوقتي يا بنات هقول لكم غير طبعا الطبقة اللي هي الاخرانية دي انا مش حاسباها، يعني هم هنا ما شاء الله اللهم بارك بيها يبقوا 6. تمام. انا هنا بقى هقول لكم انا هعمل ايه. انا اول حاجه عملت الكيك وهقول لكم مقادير الكيك. الكيك عباره عن نص كيلو دقيق سبونج فانيليا. انا بشتغل بسبونج فانيليا يا بنات. بعد ما بشتغل بجيب نص كيلو دقيق سبونج فانيليا، بحط عليه 5 بيضات، معلقه محسن جيل، شويه صغيره من الفانيليا السايله، نص كوبايه ميه. تمام. بضربهم كويس جدا بالعجان. بعد ما خلاص احس ان الخليط بتاعي خلاص ارتفع معايا وخلاص بقى فوم خالص، اقوم عامله ايه، اقوم حاطه عليه معلقتين كده محترمين من الكاكاو الخام. تمام. بيديكي نفس النتيجة 10/10. عشان في ناس كتير هتقولي الكيك عندك فيه نقط فيه حتت كده بيضة ليه؟ ده عشان انا كنت مستعجلة وبشتغل. بقول لكم بصوا بشتغل بسرعة جدا. هقول لكم دلوقتي ايه اللي حصل في التورتيه دي. زي ما انتم شايفين انا ببتدي احط كل طبقه وببتدي احشيها. فبحط كده شانتيه كده، وبعد ما احط الشانتيه حطيت مكسرات وصوص شوكولاته. هنا هحط برضو صوص شوكولاته بالشكل ده. وكمان هحط كمان زي ما انتم شايفين هننزل بشويه كده من الشوكليت شيبس، وكمان شويه من المكسرات. طبعا يا بنات انا بعد ما عملت التورتايه وحشيتها بالشكل ده دخلتها الفريزر شويه. وطبعا كنت مستنيه ان المحل يبعت لي اللي انا بعمل عنده التوبرات، ان يبعت لي التوبر اللي مكتوب عليه اسم احمد ونيمو، علشان ده اللي هيكون واجهه التورتايه. طبعا المحل اتاخر عليا، بكلمه من قبل المغرب من قبل ما نفطر وهو برضه ما بيردش عليا. طب هعمل ايه؟ المهم رحت ايه بعد ما حطيت دي في الفريزر، لبست ونزلت جري على المحل. لقيت المحل لسه اصلا ما عمليش التوبرز بتاعي. قلت له طب هو ده ينفع؟ ده قال لي اصل ضغط وضغط عيد والنهارده واقفه وكل سنه وانت طيبه. قلت له طيب تمام هتتاخر عليا؟ قال لي لا ان شاء الله مش هتاخر، اتفضلي اقعدي 10 دقايق والتوبرز بتاعك هيكون جاهز. وفعلا 10 دقايق بالظبط وكان جاب لي التوبرز. ورجعت بسرعه علشان اشتغل في التوبرز. طبعا يا بنات زي ما انتم شايفين ما شاء الله اللهم بارك التورتايه دي معموله. هقول لكم تمنها، بس يا رب افتكر ان انا اقول لكم تمنها اخر الفيديو. والله يا بنات انا بنسى، والله بنسى. مش مساله ان انا ما يعني ما بفتكرش ان انا اقول. وبنات كتير قوي بتزعل مني وتقول لي قولي تمن التورتايه في اخر الفيديو، بس والله انا بنسى. بقعد اتكلم معاكم وبنسى. فاللي بيسالني في الكومنتات والله برضو بقول خرجتها بقد ايه. طبعا هنا بحشي كده كل بقى، يعني زي ما انتم شايفين انا بحشي هنا هي شوكولاته وهي عايزاه كمان حشو شوكولاته ومكسرات وشوكولاته شيبس صوص شوكولاته. هي عايزاها حشو، الحشو بتاعها يكون ايه، حاجه كده 10/10. وهي طبعا زي ما قلت لكم في اول فيديو هي غاليه عليا قوي. فانا طبعا بالنسبه للحشو انا طبعا كنت عاملاها لها حاجه زي ما انتم شايفين كده 10/10. وكنت اتمنى ان انا اعمل لها حاجه كمان اكتر من كده، بس هو زنقه الوقت وعشان دخلت العيد وكده وكل سنه وانتم طيبين. هنا بفرد صوص الشوكولاته شويه كده على المكسرات وعلى الكيك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبحط الطبقه بتاعتنا الاخيره بالشكل ده. وبسقي برضو بالسيرب بتاعي. السيرب بتاعي عباره عن كوبايه من السكر، بحط عليها يا بنات كوبايتين من الميه. وببتدي ان انا اغليهم شويه لغايه لما غلوتين كده لما السكر بتاعي يدوب. وبعد كده ببتدي ان انا اطفي عليه واسيبه يبرد وبعدين ابتدي اشتغل بيه. هنا بعد ما دخلتها الفريزر شويه طلعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهبتدي هنا ان انا هجلسها بايه؟ هجلسها بشنطي ابيض بس. بشوف كده اتجاهها اذا كانت مظبوطه ولا لا وهجلسها. وبعد ما اجلسها يا بنات هنبتدي ان احنا نشتغل فيها. طبعا جهزنا كل حاجه، جهزنا التوبرز بتاعنا هاي بيرث داي، وجهزنا كمان التوبرز بتاع الاسم بتاعنا،
وظبطنا الدنيا على الاخر. هبتدي ان انا اجلسها. طبعا الجو كان حر جدا يوم الوقفه، بجد كان درجه الحراره فظيعه. فهنا كنت انا ضاربه الشانتيه وسبته كمان، دخلته التلاجة شويه على ما على ما دخلت التورتيه كمان الفريزر شويه، على اساس الاتنين يكون في تعادل كده والدنيا تكون متلجه معانا كده والدنيا تمام. هجلس التورتيه بتاعتي بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده كده، وهسحب كده اي زيادات فيها. ولو حسيت ان الدنيا برضو معايا مش مظبوطه هبتدي تاني ان انا اجلس تاني. وزي ما قلت لكم بنجلس مره واتنين وتلاته لغايه ما عينينا تكون راضيه على شكل التورتيه بتاعتنا. طبعا يا بنات زي ما قلت لكم الشغل بيبقى خارج من عندك اسمك عليه، ده طبعا سبب كفايه لوحده اثبات وجودك وان انت تكوني ناجحه. كل ما حاجتك تكون مميزه ويكون شكلها قوي وشكلها حلو، اسمك هيكون كويس وربنا هيرزقك من واسع فضله. تمام. زي ما انتوا شايفين كده نرجع بقى لتورتتنا. انا هنا بجلس وبساوي الوش بتاع التورته بتاعتي بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده كده. هي شغلها بسيط قوي وشغلها جميل، حاجه سيمبل كده وهاديه ورقيقه قوي زي صاحبتها بالظبط. والله يا جماعه هي صاحبتها عسوله وهاديه ورقيقه، وبجد بجد ربنا يا رب يبارك فيها ويبارك لها في ولادها يا رب. طبعا هنا يا بنات زي ما انتم شايفين انا هنا خلصت التجليس. هبتدي كده اجيب كيس حلواني، وكيس الحلواني ده هحط فيه شنطيه كده شويه صغيره، وابتدي اعمل منه كده روزتات كده. الروزتات دي ساده ما عليهاش اي نقشه خالص، روزتات ساده ما فيهاش اي حاجه. فعشان كده انا ما استعنتش باي قمع او بلبله من اللي هي بتاعه الشغل بتاعتنا. لا ده هي نقط كده بسيطه كده، بحط في كده نقط بسيطه وتك كده هيخرج لك اللي هو الشكل العشوائي اللي هو زي البالون. هعملها كده داير ما يدور التورتايه بتاعتنا ونحزمها بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده. علشان كده هنبتدي نشتغل بقى في الفينش بتاع التورت بتاعتنا، او هنحط يعني حاجة التورتايه بتاعتنا الفينش بتاعها والتورتايه بتاعتنا تكون جاهزة. تمام يا بنات. هي كانت جايبالي الديزاين او الشكل اللي هي طالباه، ده كان شكل قريب للي انا عملته، بس للاسف انا ما عرفتش ان انا اجمع الشكل كله طبعا لضيق الوقت، وعشان زي ما قلنا دخلت العيد وكده. كان طبعا ما فيش في ايدي وقت ان انا اقدر ان انا يعني اجيب لها كل اللي هي عايزاه او اعمل لها كل اللي هي عايزاه. بس الحمد لله رب العالمين بجد هي عجبها قوي قوي التورتايه. دخلتها التلاجة شوية او الفريزر، ودلوقتي هبتدي ان انا احط لها بقى هنحط بقى هنا زي ما انتم شايفين كده كل الديزاين بتاعها او الشغل بتاعها عبارة عن ذهبي، مفهوش الوان خالص، مفهوش شوكولاته ساده او اي حاجه. طبعا انا كنت حاطه القلب هنا يا بنات زي ما انتم شايفين كده، بس على ما راح لها البيت القلب كان مال، فهي صورته بالشكل اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو. انا كنت طبعا نسيت ان انا اصور التورتيه خالص، ما اتصورتش. فلما حبيبتي جت تستلمها قلت لها بعد اذنك بس صورها لي، فحرام هي صورتها لي التصوير التحفه اللي انتوا شفتوه ده. بجد كان جميل قوي. هنا بقى انا حطيت الشوكولاتات بتاعتي بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده كده، وهنا برضو هحط بقى شويه من الكريسبيات زي ما انتوا شايفين كده، والاشكال كده حلوه كده وصغيره. احط مثلا كريسبي ذهبي، كريسبي اوف وايت، اكثر اللون يعني شويه زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله اللهم بارك، بجد كان شكلها حلو قوي. سبحان الله كل ما احط لها حاجه بص احس ان هي بتزيد جمال او بتنور بجد. والله مش عشان انا اللي عاملاها، لا انا بجد في تورتايه كده سبحان الله من اول ما اشتغل فيها كيك بحس ان هي لطيفه كده وخفيفه يعني. وفي تورتايه تانية مهما اشتغل فيها احس ان هي مش ما بتسلكش بسرعه وما بتخلصش بسرعه يعني. هنا زي ما انتوا شايفين كده الديزاين بتاع التورتيه بتاعتي كان شكله رقيق وبسيط قوي كده. لسه بس ناقص علينا هنا التوبرز هابرز داي والتوبرز برضو الاسمين. هجيب كده شويه من الدست وابتدي ان انا ارشهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعمل بيه اشكال كده عشوائيه خالص يعني. ببتدي ان انا اعمله كده بالفرشه بايدي كده، هتلاقي يجي طرطشه كده على التورتايه، وهو ده كان الشكل المطلوب للتورته بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. فهيديكي شكل حلو قوي قوي قوي. شايفين بقى ده كده يعتبر فينش التورتيه خلاص خلص. لسه ناقص بس على التورتيه بتاعتنا ناقص ناقص التوبرز زي ما قلت. هنا هنجيب التوبر شايفين هو مكتوب بالاسم، وكمان هو عامل لي علقه كده ان انا احطه منه علشان هو هيكون ثابت محطوط على جدار التورتيه مش محطوط من فوق التورتيه.
هنا كمان عندي هابي بيرثدي، حطيته كده. هابي بيرثدي انا جايباها جاهزه، مش عاملاها عند المحل اللي بعمل عنده توبرز، لا دي جايباها جاهزه كده من محل مستلزمات الحلويات. شكلها حلو قوي. حطيتها وكده. ده شكل التورتيه يا بنات. ايه رايكم بقى؟ عايز تقول رايكم في كومنتات، وعايزه لايكات كتير. واوعوا تنسوا اللايك والشير. واللي ما اشتركش في القناه واول مره يشوف القناه بتاعتي، ما ينساش يشترك فيها ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا مني كل جديد. اتمنى تقول رايكم ايه في التورتايه الجميله دي، وتستاهل ان انا اعملها في يوميها ولا لا. وده يا بنات شكل التورتايه وهي مصورها لي، مش هصورها لي بجميع الاتجاهات بجد. دي بقى مش تستاهل ان انا اعمل لا احلى تورتايه. احلى تورتايه لاحلى نيمو. وكل سنه وانت طيبه. سلام.